تعالوا اقول لكم ازاي تقدروا تفتحوا محل مكياج خطوه بخطوه من البدايه للنهايه. في الحلقه دي هنجاوب على اسئله كتير تخص المشروع ده، زي اقدر ابدا بكام، ازاي اختار المحل، ازاي اجهز المحل، ازاي اسوق للمحل عشان اضمن ان احقق مبيعات باذن الله، ازاي اسعر البضاعه بتاعتي واحط ربح كام، ازاي ادير المحل عشان اجرب الخساره واحقق ربح واعرف اكبر المحل باذن الله، اجيب البضاعه من فين بسعر كويس، ازاي اقسم الفلوس اللي معايا، واخر حاجه ايه هي النصايح والتريكات بتاعه المجال اللي لازم اعرفها ولا غنى عنها عشان اضمن نجاح مشروعي. نروح لاول سؤال وهو اقدر ابدا بكام. عشان تبدا في مشروع زي ده فانت محتاج على الاقل من 50 ل 60 الف جنيه. نروح لتاني سؤال وهو ازاي اختار المحل. لازم المحل اللي هيتم اختياره يكون على ناصيه ويكون في مكان حيوي، ومش شرط يكون واسع زي ما شرحنا في المشاريع اللي فاتت، زي مشروع محل ملابس الاطفال، مشروع الادوات المنزليه اللي ساعتها اكدت عليك في نقطه ان المحل لازم يكون واسع. وبالمناسبه لو ما كنتش اتفرجت على المشروعين دول وعاوز تاخد عنهم فكره هتلاقيهم موجودين عندنا في القناه، وهحاول احط لك اللينكات بتاعتهم. المهم نكمل كلامنا في مشروع النهارده وهو ان المكان لازم يكون حيوي، حاجه زي سوق كده فيها حريم وستات وبنات كتير، لان ده هيوفر عليك وجود عملاء بطريقه سهله. نروح لثالث سؤال وهو ازاي اجهز المحل. عايز اقول لكم ان محل المكياج بيحتاج ان منظر المحل يكون شيك قوي. في نوعين من التجهيزات تقدر تعمل واحد فيهم. الاول انك هتجيب قوايم وشوك زي اللي هتظهر قدامك في الصوره دي، والارفف بتاعتنا هتكون من الازاز، بس يفضل يكون ازاز محمل وتقيل عشان يشيل معاك البضاعه، وهيكون المنظر النهائي بالشكل ده. الطريقه الثانيه انك تعمل ارفف عاديه زي اللي هتظهر قدامك في الصوره دي مثلا، وفي الحالتين نحاول نعمل شكل باضاءات الليد، لان اضاءات الليد بتدي شكل تحفه للمحل لو عرفنا نوظفها صح. نروح للسؤال الرابع وهو ازاي اسوق للمحل عشان اضمن ان احقق مبيعات باذن الله. بص انا هحاول اقولك على شويه افكار وانت حاول تاخد منها وتبدع، وفي كل مشروع بشرحها هتلاقيني بكرر لك الافكار ده، ومع كل مشروع جديد هحاول اجيب لك فكره جديده للتسويق باذن الله. خد عندك من الافكار مثلا انك ممكن تعمل عرض او اتنين وتعمل لهم بوستر حلو وشيك وتعلقه قدام المحل. فكره تانية انك ممكن تطبع كروت او ورق صغير ويفضل تكون الوان وتكون كاتب فيها كل بيانات المحل وتكتب انك عامل عروض وخصومات بمناسبه الافتتاح. فكره ثالثه انك تعمل صفحه على الفيس او التيك توك او الانستجرام وتعمل لها اعلانات مموله وتكون مخليها مخصصه للمنطقه اللي موجود فيها المحل. فكره رابعه انك ممكن تعمل اعلان وتقول انك عاوز بنات تشتغل معاك في المحل، ولما تيجي تعرفها ان مش تشتغل معاك في المحل، لا هي تشتغل معاك كمسوق للمحل، بمعنى تجيب لك عملاء بالطريقه اللي تريحها هي بقى، سواء تعمل صفحه خاصه بيها، تعمل اعلانات، تجيب لك معارف، اللي يريحها هي تعمله وتجيب لك عملاء وتكون مفهمه ان هي تشتغل بنسبه معاك، يعني 5% مثلا من كل بيعه. الموضوع ده صعب في البدايه بس لو عرفت تشتغل عليه صح كفيل انه يخلي المحل بتاعك في حته تانية. نروح للسؤال الخامس وهو ازاي اسعر البضاعه واحط ربح كام. بص في مجال المكياجات انا عن نفسي بلاقي الناس بتحط نسب عاليه قوي اللي هي 100% واكتر من 100%، ويعني اللي بيخفض ويحط 80%. ليه انا مش عارف، والنسب دي في الظروف اللي احنا فيها الايام دي صدقني مش هيبقى فيه بيع خالص عندك في المحل. فانا عن نفسي مقتنع في البيع بمبدأ اكسب قليل وبيع كتير تكسب اكتر، فبلاش موضوع النسب العاليه دي اللي هي 80% و100% واكتر من 100%. خليك في نسبه ال 30% حلوه وهتشغلك وهتجيب لك رجل للمحل. انت يسر على ربنا في المكسب وان شاء الله هتبيع كميات باذن الله. نروح للسؤال السادس وهو ازاي ادير المحل بتاعي عشان اتجنب الخساره واحقق ربح واعرف اكبر المحل بتاعي. بص يا غالي في النقطه دي بالاخص هتلاقيني في كل مشروع بكرره في حاجه انا بكررها، وهي ان لو ربنا كرمك وفتحت محل وجبت بضاعه وبعتها وخدت الفلوس صرفتها بدون نظام وسيستم انت حاطه لنفسك تمشي عليه، فانت على اسرع طريق للخساره. بصوا انا هقول لكم على نصيحه انا سمعتها من تاجر كبير وطبقتها وفرقت قوي معايا في المحل بتاعي، وهي انك لازم ما تاخدش فلوس من المحل بتاعك لمده 6 شهور على الاقل، ويفضل قبل ما تفتح المحل من البدايه تكون راكن الفلوس اللي تكفي مصاريفك الفتره دي. وصدقوني الخطوه دي بالاخص هتفرق قوي في النمو المحل بتاعكم، وتعالى اقول لك ليه. لان الفكره ان انت محتاج تربي زبون للمحل عشان البيع والشراء يكون شغال معاك بشكل كويس، وده مش بيتحقق غير بعد فتره. ففكره بقى ان في نص النمو والليله دي ان انت تاخد فلوس من المحل، فغالبا انت مش هتكون بتاخد فلوس من الارباح، انت هتكون بتاخد فلوس من الاصل اللي انت حطيته في المحل، وغالبا ده هيعمل لك عجز في المحل مش هيكبره. نروح للسؤال السابع وهو الاهم، اجيب بضاعه من فين بسعر كويس. انا عن نفسي لما اشتغلت في المجال ده دورت كتير لحد ما لقيت مكان في كل التشكيله باسعار كويسه. المكان ده في العتبه اسمه ممر الشابوري في شارع بورسعيد، روحوا هناك وهتتفاجئوا من الاسعار والتشكيله. طب حد هيجي يقول لي يا عم انا عاوز اخد فكره عن الاسعار قبل ما انزل على ارض الواقع والف. هقول لك ان اغلبيه التجار والمحلات دلوقتي بقت بتعمل صفحات وجروبات على التليجرام بتنزل فيها كل الاسعار بالكميات بتاعه البضاعه اللي تقدر تاخدها. فاعمل السيرش الجميل بتاعك وادخل وشوف الاسعار بنفسك. ولو عاوز توصل للجروبات
الجروبات دي بطريقه اسهل، تابع معايا الفيديو للنهايه وانا هقول لك على الطريقه. نروح للسؤال الثامن وهو ازاي اقسم الفلوس اللي معايا. قبل ما تبدا اي حاجه لازم تكون راكن فلوس للدعايه والتسويق، ودي ممكن تركن لها من 3000 ل 5000 جنيه، وعندك تجهيزات محل هتاخد منك من 7000 ل 10000 جنيه، والباقي هيكون للبضاعه. نروح للنقطه 9 وهي ايه النصايح والتريكات بتاعه المجال اللي محتاج اعرفها ولا غنى عنها عشان اضمن نجاح مشروعي. اول نصيحه عايز اقولها لكم وهي انك قبل ما تشتري اي حاجه لازم تخصص يوم او 2 تنزل تلف وتشوف فيه الاسعار بس، مش هتشتري، انت نازل تشوف اسعار بس. وحاول تلف على كل المحلات بمعنى الكلمه، شوف كل المحلات اللي تقدر عليها، لان عايز اقول لكم ان اول ربح لينا قبل ما نفتح المحل اساسا هو ان احنا نعرف نجيب البضاعه باقل سعر نقدر عليه. تاني نصيحه هي خليك عارف ان مجال المكياجات ده لازم تهتم قوي وتكون فاهم قوي في نقطه موضوع الصلاحيه ده، يعني ما تروحش تجيب منتجات مده صلاحيتها قربت تنتهي وده هيعمل لك ازمه فيما بعد. فلازم المنتجات اللي هتجيبها تكون انتاجها من فتره قريبه، ولما تيجي ترص البضاعه الجديده في المحل حاول تظبط الموضوع ده بحيث القديم يكون هو اللي ظاهر الاول فيتسحب منك، عشان موضوع الصلاحيه ده لو غفلت عنه صدقني هيعمل لك كوارث. النصيحه الثالثه، المشروع ده مناسب اكتر للبنات، فلو انت شاب وبتتكسف او مش هتعرف تتعامل بلاش تفتحه، او عندك حل بديل وهو انك تجيب واحده انت واثق فيها قوي تدير لك المحل. النصيحه او النقطه الرابعه وتكاد تكون دي الاهم في الفيديو كله، ودي للغاليين اللي كملوا الفيديو للنهايه، وهي عباره عن لينك هسيبه لكم في الوصف او التعليقات، وده الجروب على التليجرام هتلاقيني مجمع لك فيه كل اللينكات بتوع التجار اللي انا اتعاملت معاهم واكتر. بص مفيش هديه احلى من كده لنهايه الفيديو. انا كده خلصت اللي عندي وعرفتكم اغلبيه النقط اللي محتاجين تعرفوها عشان تبداوا في مشروع زي ده. الجاي بتاعكم انتم، عاوزكم تعرفوا ان كتير قوي بيسمعوا وكتير قوي بيحاولوا، بس قليل قوي اللي بيبداوا واقل منهم بكتير اللي بينجحوا. فلو عاوز تكون من اللي بينجحوا لازم تبدا بخطوات من دلوقتي، وعاوز اقول لك ان مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه. سلام.